الثلاثية رقم 11. كولر الثلاثية رقم 11. بس ده تحذير لأي فرقة هتيجي تلعب النادي الأهلي. طارق العشري مش طارق العشري، هتدافع مش هتدافع. الراجل بيفاجئنا كلنا حتى في بداية المباراة بتشكيلة غريبة الشكل، بتنتهي المباراة أصلا 3-0. لكن الراجل بيبدأ تشكيلة غريبة، يعني كلنا كنا متوقعين إن المساك هيبقى خالد عبد الفتاح جنب ياسر. لا، لاعب متولي اللي راجع من الإصابة. الخط الأمامي قلنا الشحات وقفشة وكهربا، اللعيبة هي دي اللي بتلعب. لا، الراجل لاعب شحات وقندوسي وكريستو. كريستو سيء الحظ، لعب 12 دقيقة جري سبرنتين وطلع. الراجل ده المفروض يذبح بقى قطة، يذبح كلب. في حاجة يا برشا برشا، في حاجة مش مظبوطة معاك. الأهلي طبعا في الدقيقة 18 الأمور بتتسهل كتير بخطأ من حارس مرمى. فاركو كرة ثابتة بتقع من ايده بيحطها متولي، ورمضان كريم عم متولي. المطوشه بقى اللي زي كده فاركو او المطوشه اللي بتتكتل فيها الفرقه دي، لما بيجي فيهم الجون ده الاول خلاص بقى بيبقى ما عندوش بلان بي بقى. هو كده هو جاي يدافع وياخد مرتده يجيبها جون او يعمل معاك كده طارق العشري. كلنا عارفين طارق العشري، لكن الامور مش بتمشي زي ما هو عايز لحسن حظنا طبعا. ومتولي بيجيب الهدف الاول. بعدها قندوسي بيحط كوره جون، ما اعرفش الحكم جون وتمام، وفرحنا قلنا قندوسي هيلعب على قفشه بقى وخلاص. راجل بقى الفار قال لك الكوره جت في ايه؟ في شعر صدر رجل حسين الشحات. يعني مش فاهم دي لغايه ازاي. الكوره اساسا ماشيه صاروخ، لا هي غيرت اتجاهها ولا اي حاجه من الكلام دوت. الراجل قال لك لا يا عم، انا غم عليكم مش جون. المهم الفار بيلغي الكوره للاسف يعني. ولكن الاهلي طبعا استمر في الضغط بتاعه. وكرة بيمررها قندوسي لحسين. حسين بيعمل تمريرة في الوقت المناسب، وجون ماركة محمد شريف اللي هو بيقطع على القريبة ويحطها في البعيدة من فوق الحارس أو أرضية. إن شاء الله يكون هدف عودة الثقة ليه، لأن محمد شريف لما لعب والراجل نزل كهربا بالشوط الثاني، محمد شريف لما لعب جناح شمال أدى حلو. ما مش كانش وحش، لأن هو أصلا محمد شريف أصلا كان جناح، وهو سريع وعنده تمريرات وبيعرف يحط كوره تحت رجله وبيعرف يعمل عرضيه. ان شاء الله ممكن نشوف شريف تاني في المركز دوت، نستفيد من قدراته. طبعا ديانج كان هيحط فينا جون شبه بتاع متولي ده، جاي بيطلع كوره في ثابته ليهم كان هيحطها فينا. الحمد لله ربنا كرم يعني وما جاتش. طبعا طاهر النهارده بعد ما نزل كان متألق صراحة، رغم انه راجع من إصابة. راجل متحرك وبيرقص وبيسدد لا، صراحة حلو. وده مكسب برضو لينا عودته في الوقت دوت. الراجل بقى بيخرج قندوسي وبينزل سولية، اللي هو مش عارف سولية ماله، في حاجة مش مظبوطة في سولية، لأن فاهم. طب وخرج ياسر ونزل مروان عطية ورجع حمدي مساك. رغم ان احنا فرحنا قوي ان انت ضميت للتشكيله ايمن اشرف. كنا نتمنى نشوفه. انت 2-0 وبتدي فرص، خلاص حمدي ما يرجعش يلعب مساك بقى، ادي ايمن فاهم انت، عشان حتى تدخل الراجل في المباريات معاك. ايمن لاعب راجل ومدافع قوي وعنده كرة حلوه، بيعرف يطلع كرة من تحت كويس. لكن هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر. وبيخرج حسين وطاهر بيخرج وينزل كهربا وخد عبد الفتاح. طب كهربا ماشي راس حربة، خد عبد الفتاح نزل يعمل ايه؟ وجود محمد هاني بتلاعب خالد عبد الفتاح قدام هاني، ولا هاني اللي ده في حاجات انت مش كريم فؤاد عايز مثلا خالد عبد الفتاح. انت متخيل ان هو هيعمل نفس الدور بتاع؟ كان طبعا تغيير انا عن نفسي ما عجبنيش نهائي، لان هو الراجل ما عندوش النزعه الهجوميه اللي انت متخيلها، اللي هو ممكن يروح ويزيد ويبقى جناح زي حسين او زي كريم قبل كده. كان تغيير غير موفق نهائي. طبعا بس بيجي طبعا ايه محمد هاني اعتمادا على وجود خالد عبد الفتاح، فبيطلع بكوره وبيطمن وبيدوس وبيخش ال 18، بيحصل على ضربه جزاء بيترجمها معلول كالعاده بثقه وبهدوء. هو ده لعيب بصراحه عالي، بيحطها الهدف الثالث للنادي الاهلي برضه بلس 90 كتخصص بتاعنا. بتنتهي المباراه طبعا وبيعود الاهلي للصداره الطبيعيه بتاعته.
عشان في ناس كتير قوي مش فاهمه يعني الاهلي دلوقتي مركز تاني على الدردير على قناه الزمالك، بيقول لك الاهلي دلوقتي مركز تاني. يا عم انت ايه يا عم؟ مركز تاني كنقط، بس في عدد 4 مباريات اقل من فيوتشر. انت فاهم؟ دلوقتي النهارده الاهلي 3 مباريات اقل من فيوتشر، ودلوقتي متصدر عنده 50 نقطه، فيوتشر 48 نقطه. انت فاهم؟ حتى انت لما فزت يا عم درديري امبارح، انت برضو مركز رابع زي ما انت. حتى الفرقه اللي بتلعبك حرس برضو فضل زي ما هو في نفس المركز، وانت فضلت في نفس المركز. لكن النهارده الاهلي بيرجع للمكانه الطبيعيه بتاعته الاول، وبيحقق الثلاثيه رقم 11 مع كولر. محمد شريف بياخد رجل المباراه. انا شايف رجل المباراه فيها كذا كذا بند. شناوي كان راجل المباراه، فعلا شال كذا كوره خطيره جدا. فاركو رغم الثلاثيه ما كانش لا وصل وهدد ووصل بكذا كوره كان ممكن يبقوا خطر. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكولر. رغم تحفظاتي على بعض الاختيارات اللي هو عدم نزول الايمن وتغيير خالد عبد الفتاح دي اللي احنا محدش فينا فاهمها برضو. بس مبروك، هي دي الكوره، لازم بنجرب، لازم حاجه بتنجح حاجه مش بتنجح، وماتش اداه حريه ان هو يقدر يجرب. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل الاهلاويه دايما في الصداره. وطارق يا عشري الاتوبيس بتاعك ما ينفعش النهارده، دمرنا الاتوبيس بتاعك يا عم طارق. مبروك للاهلي والاهلاويه، كل سنه وانتم طيبين. سلام.